اخواني السلام عليكم. اخواني هاي الشجره مال البرتقال شوفوها من النهايه سليمه، ولكن هذا الكتف منه لاحظوا فيه تشققات. اخواني هذا مستقبلا قابل للقص، هذا الكتف ما يبقى لان فيه تشققات وفيه امراض. لاحظ اخواني تتبعت هذا الكتف فتبين انه اكو فد ساق او فد قلم بي سليم وجيد ما بي شيء. هذا الساق راح اركبه واطعمه ليمون الكافيار، احنا سابقا كنا نسميه مسكي، هسه بالجديد يسموه كافيار. فهذا الكتف اللي ما يفيد ما راح اقصه قبل، راح اخليه حمايه لهذا المكان اللي راح اطعمه، لهاي العيون اللي راح اطعمها. بس سنتين ثلاثه لما يصير طولهن متر ونص يصير بهن تفريع، يلا اقص هذا الكتف. اول شغله اخواني نقص قص افقي، وراها نقص قص عمودي على مود نسوي مثل الجيب. لاحظوا اخواني هسه راح نشرح اللحاء بسهوله. بعدها ناخذ العين الساكنه ناخذها بهاي الطريقه، نكشط بهاي الطريقه. طلعت عندنا العين الساكنه بهذا الشكل. شويه من جوا نحز على مود يطلع النسيج اللي يلتحم ونركب. لاحظوا اخواني شلون حنركبها بهاي الطريقه. اخواني نشد شريط التطعيم.